يا اهلا بالحبايب، عايز منك كده تعمل لي لايك كده واشتراك في القناة ويلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم بواحدة عيانة وبيدخلوا يودوها ويقولوا لها ان في خنزير بردي جه هو اللي عمل فيها كل الحوارات دي وعايزين منها تعالجها، لكن الست وهي بتعالجها كانت الممرضة يعني بتقول لها اللي هي مش عايزة تعالجها خالص. بتقول لها انا عايزة اموت، سيبيني اموت. وهي بتحاول ان هي تلاقي لها اي حل وبتحاول ان هي تنجدها، لكن هي بتكون مصرة وبتقول لها هاتي الادرينالين الاسود واحنقيني بيه، انا عايزة اموت لان كده ولا هروح على جنة ولا على نار، انا هروح الارض اللي هي امي وامك ايه يا حاجه، الحاجه كبرت وخرفت، ده انت فاضل لك حبه وتفلسعي. المهم فضلت تقول لها كده كتير، وهي كانت الممرضه يعني متردده ان هي تعمل الحركه دي، لكن هي فضلت تصر وتلح عليها وبتقول لها انا كده كده عايزه اموت لان انا مش عايزه اقعد تاني. وبالفعل الممرضه بتبقى متردده شويه، ولكن خلاص بتاخد القرار وبتديها الحقنه وبيننا كده متفلسع. نرجع بقى لروين وهي كانت في حالة صدمة من اللي حصل لها، وهي بتبص وبتكون مصدومة جدا، والكل اللي في الفندق بيزعقوا وبيصوتوا، وبتيجي جدتها وبتكون مستغربة الكلام ده. نرجع بقى للوين وهي بتحاول بتتكلم مع المحققة وبتقول لها اللي ماتت دي امي وانا كنت مستنياها النهارده، لكن معرفش ايه اللي جرى، وهي على فكرة ماتت. قالت لها ما انا عارفة انها ماتت لكن هي اتقتلت، والقتل ده اللي هي حد قتلها يعني. بتيجي بعد كده جدتها وبتفضل باصة لبنتها روين اللي هي بنت بنتها يعني، وبتفضل بتتأملها كده لأنها أول مرة تعرفها، وبتدخل تتكلم مع روين وبتقول لها اللي أنا جدتك، وهي بتكون مستغرباها وقالت لها ده أنت بنتك لسه ميتة. قالت لها خلاص هي ماتت لكن أنت فرد من العيلة ولازم ترجعي لبيت العيلة. وبتفضل بعد كده تكلمها، لكن بيجي بعد كده عامل الفندق وبيقول لها ان في واحد اسمه سمير بره، لكن جدتها بترفض وبتقول لها انا اللي هحميكي، هو ما يعرفش يعمل حاجه. لكن هي بتشوف سميرين بره وبتسيبها روين وبتروح بعد كده لسبرين علشان تقعد تتكلم معاه. وبالفعل بتروح له على طول وهو بيكون مستنيها بره وبياخدها وبيمشي، وبعد كده بنشوف المفتاح على رقبة أمها. نرجع بقى لروين وهو بياخدها للبيت وبيبدأ يعرفها على نفسه وإن ده بيته، بس البيت بيكون الباب يعني إيه مزنوق، وبعد كده بيخليها تدخل البيت. وبعد كده بيبدأ يكلمها في حبة حوارات كتير. بتقول له ده قبل ما تتكلم معايا التليفون ده بيعمل ايه، بيقول لها انا كنت براقبك من كتير لان انا كنت بحاول احميكي، لان القوه اللي فيكي ما تعرفيش اللي انت تستخدميها وممكن تموتي بيها كتير، عشان كده كنت ببقى جنبك وبراقب تحركاتك وانت بتروحي فين وبتيجي منين. ولسه بيعرفها على عيلتها بتخرج له التليفون بتاعه وبتوري له صورة أمها وأمها بالتبني، وبتقول لهم إيه دول، بيقول لها اللي أنا كنت هنا موجود معاكي علشان أعرف أحميكي وهو ده الحل. وبتقول له طب إيه الكائن ده، قال لها الكائن ده لو عرف يوصلك هيعرف يستخدمك وهيعرف يستخدم القوة الغامضة اللي جواكي، ولازم اللي أنا أعرف أحميكي. وبيتكلم معاها بيقول لها اللي أنت عيلتك اسمها تلامسكا، دي موجودة من القرون الوسطى، وبنعرف إن العيلة دي معروفة قوي بالقوة الخارقة للطبيعة. وبيقول لها لازم اللي احنا نمركز قوتك وتعرفي تستخدميها، يا اما كده يا اما هنتبهدل مع بعض. قالت له طب انا المفروض انت تحميني، انا هعمل ايه؟ قال لها انا مش هعرف احميكي لان انا كمان عندي قوه خارقه، فانا هسيبك حبه وهخرج وهجيلك تاني. وبننزل لصاحبه وصاحبه يقول له ان روبين فوق، قال له احنا لازم نحميها، عشان كده انا جايب حبه رجاله هنعمل ليها دايره حمايه والشيطان مش هيعرف يجيلها. نرجع بقى لجدتها وهي كانت بتتكلم مع صاحبتها وبتقول لها ان روين معاها قوة خارقة، ولو الشيطان عرف قوتها دي كلنا هنتبهدل معاها وهتعرف السر اللي احنا مخبيينه عليه. انا عايز اعرف ايه السر اللي انتم مخبيينه عليه. لكن صاحبتها بتقول لها حاول ان انت تضميها لصفك وتحاول ان هي ترجعها البيت لان كده هيبقى في مشكلة. لكن جدتها بعد كده بتقوم وتفتكر ان في واحد تاني خدها وهي الخدامة. قالت لها خلاص انا عندي فكرة ان انا احبس فيها الكائن ده وما خلوش اللي هو يطلع بقوته، انا هربط واحد تاني في جوه القلادة دي. بتقول لها مين؟ قالت لها هتعرفي قريب. نرجع بقى لروين وهي بعد ما تتفرج على بيته وبتخرج حوالي قفازات ياما وبتشوفه متدخله وبتكون مستغربه قوي ايه القفازات وليه محطوطه كل دي. وبعد كده بيفجعها سبرين وبيبدا يكلمها على القفازات وانه اللي دي قوه خارقه، والقوه الخارقه اللي في ايده دي بتخليه اول ما بيقلع القفاز ويلمس الحاجات بيشوف كل حاجه قدامه والذكريات اي حد قدامه، لكن برضه مش بيعرف يتحكم فيها، وهي دي قوته الخارقه برضه مش بيكون بيعرف يتحكم. بتقول له روين اللي انت كده مش هتعرف تحميني اذا كان انت مش عارف تحمي قوتك، لكن هو بيقول لها انا هعرف احميكي، اديني حبه وقت وهعرف قوتك دي بتعمل ايه. قالت له اه. قالت له يعني كده الشيطان هيجي وياخدني وانت مش عارف تحمي نفسك، فيا ترى هتعرف تحميني والقفازات اللي عندك دي كلها ما عملتكش حاجه. بيفضل يبص لها كده ويتحايل عليها انها تقعد في البيت، لكن هي بتكون خايفه وبتقول له انت مش هتعرف تعمل حاجه حتى لو الشيطان جه، كده كده انا هموت. بعد كده يحاول يعني يخليها تقعد في البيت، لكن هي بترفض وبتقول له انا كده خلصت نفسي ومش قاعد. وبعد كده بتفضل باصه كده كتير، وبعد كده بيقول لها خليكي قاعده في البيت وانا هجيلك تاني، بس يا ريت ما تكونش مشيتي. وبالفعل بيسيب لها البيت وبيمشي.
نرجع بقى لخالها الكبير، وهو كان بيبص كده في المراية وكان مصدوم لأن هي اتقتلت، وبيفضل يبص كده في ايده وبيحاول اللي هو يرجع قوته لكن بلا هدف. وهو كان بيبص كده في المراية بيلاقي الشيطان ظهر وراه، وبيبدأ الشيطان يكلمه وهو يكون مصدوم، بيقول له انا معرفش هي ماتت ازاي وانا ماليش دخل باللي انا عملته. قال له خلي بالك انا لو عرفت انت هقتلك. الشيطان بيقول له كده، لكن هو بيراجع بيقول له انا ما اعرفش حاجه. قال له خلاص لازم تكسب بنتها وتضمها لصفنا، يا كده يا هقتلك. وبيحاول خلها اللي هو يتواصل مع صفقه تانية لكن مش بيعرف، والشيطان بيختفي قدامه وهوب بيسرح بعيد. بعد كده بيفضل يبص نفسه في المرايه. بعد كده بتبدا روين اللي هي تفتش في التليفون وبتحاول يعني تلاقي اللي هو عنوانها او اي حاجه تقدر توصلها، لكن بتشوف ان امها وامها بالتبني كانوا طالعين مع بعض في مدرسه واحده، وهي قاعده بتدور بتيجي عليه حبيبه سبرين. اتعرف عليها روين وبتكون متفاجئة قوي لأن هي كانت جاية ونست جزمة وبتدور عليها، وبتكون كمان حامل، وبتلاقي الجزمة بالفعل وهي بتكون بصلها قوي لأن هي حامل وبتوطي كده ازاي، وبتقول لها إن هنا سبرين كان بقاله مدة كتيرة اللي هو مستني الطفل ده، وادينا اهو مستنيين الطفل ده، هسيبك على راحتك بقى وامشي. قالت لها تمام. هو سبرين ما شفتيش منه أي حاجة غريبة في أيام دي؟ قالت له لا، هو على طول كويس وبيعمل لي بحنية ومفيش أي حاجة جديدة. قالت لها طيب، راحت قالت لها طيب 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 يلا يلا باي. في الوقت ده بيحصل انذار حريق وبيسد ودنهم هما الاتنين، وهما بيكونوا في حالة من الفزع لكن بينزلوا تحت. وبتبدأ روين بعد كده تشوفه وهما بيطفوا البيت، ولكن بيلفت نظرها ان في كرنفال جاي من بعيد، وكانت بتحاول ان هي تقرب للكرنفال. نرجع بقى لجدتها وهي بتتكلم مع الخدامة، والخدامة وهي بتتكلم معاها بتقولها انت خنتيني وعارفة ان بنتي حالتها اتحسنت لكن انت ما قلتليش حاجة. وهي بتبص لها قالت لها المفتاح ده علشان تحمي بنتها روين، وهي بتبص لها وبتقول لها لا انت خبيت عليا. واقول لها انا لازم كده انزلك تحت عشان تعرفي تدافع عن بنتها، اكيد يعني انت بتحبي امها وبتحبي بنتها. وبتاخدها وبتنزلها للسرداب وبتنزلها تحت، وبتقول لها على فكره انا خدعتك، هتفضلي السرداب ده طول عمرك لحد ما الشيطان يتحكم فيكي، يا اما انت تموتي يا اما هو يموت. هو كده وده اخر الكلام. راحت طالعه وقفلت عليها الباب. وبتنتبه بعد كده روين للكرنفال، وبينها كده بتعجب قوي بالكرنفال والحركات اللي معموله فيه لانه كمان كان بيوافق الهالوين، وبتنضم قوي للكرنفال. وبعد كده بتبص لها واحده وهي بتبقى خايفه من كله، بس الكرنفال بيكون شديدها قوي وما تعرفش ايه الكرنفال وايه حكايته. وبعد كده بتجيلها واحده ست وبتفضل تتكلم معاها وتدردش وبتقول لها انا عارفاك وعارفه كل حاجه. قالت لها انا اول مره ليا. قالت لها انا عارفه ان انت اول مره ليكي هنا لان الوجه بتاعك جديد ووجهك كمان جديد هنا. قالت لها اه انا كمان عندي الحياه مبهدله وكله رايح. قالت لها عادي كل ده في الدنيا. وبتجيلها واحدة وبتدملها كده يعني دواء، والدواء ده بيكون أغرب من الخيال، وهي بتاخد الدواء لكن بتحس طعمه غريب. وقالت لها يلا روحي الكرنفال وروقي عن نفسك شوية واضحكي وخلي كده الجو يتملى بهجة. نرجع بقى لسبرين وهو بيعرف يعني بيحاول يعرف مين اللي قتل أمها. بعد كده بيحط ايده ومش بيلاقي اي حاجه جديده، بيحاول اللي هو يستكشف المكان لكن برضه بلا هدف. حط ايده لكن القوه كانت بتتعارض، وعرف اللي هو قدام حاجه اكبر من كده بكتير. حط ايده هنا او هناك وهي برضه مش جايه معاه، وبيفضل يبص قوي لايديه وبيعرف ان الشيطان كده قوته اتطورت. نرجع بقى لروين وبنلاقي ان الشيطان هو كان الست بس غير شكله وبدأ يقف وراها، ويبدأ هو كمان يتكلم معاها وبيبدأ اللي هو يعمل معاها حوار، وبيقول لها ايه رأيك ترقصي معايا في الكرنفال ده. ويبدأ كده حبة يتغازل فيها عشان تخليها تقع في حبه، وهو بيتغازل فيها بياخدها على جنب بيقول لها ما تيجي ورايا هوريكي حاجات، واحنا هنا في عالم الأموات واحنا كده كده كلنا ميتين. وهي بتتفرج كده وبتبدأ الصورة كلها بتهتز وعينيها بتبدأ تزغلل قوي، وبيفضل انه كله حواليها وكله بيبدأ ايه يغني، وهو بيحاول كده ان هو نعمل معاها ام علي لكن هي بترفض وبتفضل بصله مستعجبه له. نرجع بقى لسيبرين وهو بيحط بعد كده ايديه على جثة امها بعد ما فشل في الاسانسير، وبيحاول يتعرف هل مين اللي قتلها. وبيجي الدكتور وبيكون باصص له قوي، وبيكون سيبرين اللي هو واخد وقت كبير قوي مع الجثه. لكن بعد كده بنشوف ان سيبرين بيتعيط ومش عارفين هو بيعيط ليه، لكن باين كده ان جثه امها وراها حكايه كبيره لان كل قواه بتتعارض. نرجع بقى لروين وهي بتبص بعد كده للكيان اللي قدامها وبيفضل يجذبها كده لحد ما وداها القصر بتاع جدتها وبتاع عيلتها القديمه. وبعد كده بتفضل تبص قوي للبيت وبتكون مستغرباه ايه البيت ده وايه حكايته. وفجاه امها بتخرج ليها وهي بتكون مستغربه قوي ازاي امها بتخرج وهي ماتت. وبعد كده امها بتفضل تبص لها وبتفضل كده تطبطب عليها وبتكون فرحانه انها شافتها، وبتقول لها خلي بالك ان احنا كلنا ميتين وان روحنا دي مش هي روحنا واحنا كلنا خالدين في الارض. وبتفضل تكلمها حبه كلام وهي بتكون مستعجبه وايه هي اللي بتقوله ده، ايه الكلام ده ياما، انا هنا انا عايش. بتقول لها انت متهيألك انك عايشه لكن روحك متعلقه، انت جواكي قوه لو خرجت كل حاجه هتتدمر. وبيجي واحد بيقومها وبتقوم روين من النوم اللي هي كانت فيها، تفضل مبلمه وبتقول ايه اللي حصل.
بعد كده روين وعايزه تحكي للسيبرين كل اللي حصل، لكن سيبرين بيقول لها تعالي ادخلي جوه لان هنا فيها كيان غريب وفي حاجه غريبه بتحصل حوالين المكان، وبيفضل كده يبص باللي حوالين المكان، وبنلاقي بعد كده ان الخدامه بدات تخبط راسها كده في الحيطه، وبنعرف ان الشيطان استهلكها كلها وواحده واحده هتموت. نرجع بقى لسيبرين وروين وقاعدين هما الاتنين يتكلموا، وبتقول له على حكايه الكرنفال وحكايه امها والحكايات الغريبه اللي حصلتها اول ما سابته. هو بيقول لها انا كمان مش عارف ايه الحكايه، انا قوتي مش شغال ولا على الجثه ولا في الاسانسير، ومش عارف ايه اللي بيحصل، ولما حطيت ايدي على الجثه لقيت حاجات غريبه لكن مش هقدر اقولها لك، لازم انت تشوفيها. وهي بتقول له طب انا هتاذي لو شفتها؟ بيقول لها اطلاقا. قالت له طيب انا جاهزه ان انا اشوفها. قالت لها بجد؟ قالت له اه. ايه يا بنت المنجايه دي، انت حلوه قوي. بعد كده هي فضلت تبص له بتقول انا كمان عايزه اشوف ذكريات امي وعايزه اشوف كل حاجه عن امي من اول ولادتها. قال لها كل ده سهل، لكن هل تقدري ان انت تتحملي كل ده؟ بتقول له جربني. قال لها طيب انا هجربك، لكن خلي بالك اللي انا حذرتك وقلت لك ما تعمليش كده، لكن انت فضول هياكلك. تمام؟ هل انت جاهزه؟ اخر مره هقولها لك اللي انت تعملي كده. تفضل بص له كده وضحكت له قلت له انا طلبت منك السؤال ده، ولو انا مش قدها ما كنتش قلت لك من الاول. بيقول لها خلاص احنا هنجرب، استعدي لانك انت بعد كده هتمد ايديك. وفعلا بتطلع القفاز من ايديه وهو بتقفش في ايده. وهنا بقى بيبقى حاجات غريبة بعد ما عملت الحركة دي. برين بيحاول ينقل لها الذكريات امها ليها وتخليها تشوفها كلها، وهي بعد كده بتشوف الذكريات دي، وعينك لما تشوف النور يا صديق انها بدأت تعيط وتبكي لانها شافت كل ذكريات امها كأنه شريط بيمر ايديها، وبيظهر كده ان هم اتكتفوا مع بعض واللي هم اتحدوا ووصل لها ذكرياتها كلها. بس كده يا رفيق. طبعا الحلقة الجاية هتنزل كمان حبة، عايزك تعمل لايك واشتراك واشوف فيديو جديد. مع السلامة.